في زمن كانت الأرض تختزن أسرارا أكبر مما نراه، خرج نبي الله موسى عليه السلام في رحلة لم يكن يعلم أنها ستختبر قلبه قبل عقله، بحثا عن علم خفي عند عبد صالح اسمه الخضر. سار موسى وفتاه يوشع حتى بلغ البحر، حيث الحوت غاب بطريقة عجيبة عند الصخرة، علامة على أن الطريق لن يكون كما ظن. ثم ظهر له الخضر هادئا وعميق العلم، وقال: لن تستطيع معي صبرا، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ بدأت الرحلة، حيث أفعال الخضر بدت ظلما: خرق السفينة، قتل الغلام، وإقامة الجدار في قرية فقيرة. لكن كل شيء كان رحمة وحكمة خفية، وفي النهاية كشف الخضر السر: ما يبدو شرا أحيانا خير، وما يبدو قسوة أحيانا لطف، وأن الصبر على ما لا نفهمه هو أعظم أنواع العلم. ترك الخضر موسى وترك درسا خالدا: ليس كل ما نراه هو الحقيقة، والرحمة غالبا تخفى وراء الغيب، والعلم الحقيقي يقاس بالصبر والثقة.